وطن بتئن ايدينا مكتوفة، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، الشفع الحلوين دخلتهم خوفة، حلوين دخلتهم خوفة، ناس تكون جنبك بكرة ما تشوفها، يا وطن بتئن مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن يا الله يا قادر ورينا بس شوفه، العدو الخاين نعدي مصوفه، والسبب في الكان اللي فيه معروفه، الله يا قادر الله يا قادر يا الله يا قادر الله يا قادر، ترجع السودان عامرة بضيوفها، يا وطن بتحن. هذا المسلسل برعاية السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. الحمد لله. الله الأخبار شنو؟ عبير ما لقى عبير داري شنو؟ أنا؟ أنت داري شنو؟ عبير ما تقعد تشبكيني أخويا السمح ما أخويا السمح بعرفك داري حاجة. كويس؟ أنا كويس. أنت عارفة دايرة شنو صح؟ عارفها حاجة داري شنو موضوع ضمني. مالك أنت في الدنيا؟ والله يا حاجة أنا كان مصدح يعني صداع كذا فجأة أكسر راسي. علي مالك؟ لا ما في حاجة ما في حاجة يا حاجة صداع خفيف أنا هسه بنوم الموضوع ده بيفك. أقعدي قبلك أنت لحد ولدك تجي أنا قلت لك أنا ما بقدر على الصيام خلاص كشر عضو قبلي. لا يا عبير لا قاعد تحيري. يا عبير أنت صمت بدين يا زول. عليه الطلاق أنا رمضان ده لو شهرين أنا بصوم ورا بعض. إحنا ما عندنا مشكلة بالصيام ده لكن هو بس الفترة الصداع ده بس فيك الموضوع ده. المهم يا جماعة هاشم وين القضية وين؟ بس أخير مني أنت بيجي. والله يا عبير أحسن لك قلت لك ما أنا أنا ولا شنو؟ أخير من أنا كيف يعني؟ هاي أخير أنت بتتجهز ده صيام ما في أي حاجة أنا ذات الصيام ده شاكة فيه ولا صلاة لا عبادة النهار ده كله نقضيه نوم وبالليل بعد سهرين في النوادي. ولا جميل ولا جميل ده ولا دي بيصلي وبيصوم وبيقرا قران بس انت ولا دي ده حاطه في راسك مالك معه. طبعا يا عبير لازم تنطفي طبعا. طبعا يا عبير دي هي الدفاع يا زول تتكلم كيف؟ انا يا امي الله تجيني محامي زي كذا بتدافع عليها عشان حته شمال يا الحلال نحن لينا الله يا عبير لينا الله
ولا هسه كمان. مين يا جماعه انا سبتكم سامحوني والله استاذنكم انا ماشي لي طريقه تجري بتاعي. قومي تاني قومي احنا قومي يا بنت الأذان ده قاعدين قومي على الحيل قومي. شيلها. يا انور انور ايوه يا ابوي. خير ان شاء الله. في كم صنف يا انور مؤسسات هنا في الرفوف دي تموم من المخزن. ان شاء الله يا ابوي يعتبر الموضوع انتهى. انا واصل عمك حاجه طاهر ده عندي معاه شويه كده وبيجي راجع على البيت طوال. لا ان شاء الله يا ابوي خذ راحتك. بعدين تهدي دي شنو فن اللي تشوفها الصغار اللي لابسها دي؟ يا ابوي انت معارفها دي والله قديمه قديمه كنت اشتغل بها، لكن عندنا من شيخ خطيب قاعد في العربيه يعني ما اتوسخ مع عبد الله هذا. خلاص الليله جيب مرتك تعال افطروا معانا في البيت. والله يا حاج انت سوقتني، هسه داير اقول لك الليله انا جايب صفقي ونمشي نفطر سوا معاكم في البيت، لانه انا عندي يوم للحجه دي وطولت منها شديد والله. يا اخو امك دي من اول الشهر من اول الشهر بتعزم فيه. يا اخي ما تعال الليله رد عليها شوي. والله بنت ما عارف كذا من الرابع، لكن الليله دي ان شاء الله برد عليك جايين وجايين. يلا خلاص. انا بمشي منتظرك بفاتوره وعكس. لا ان شاء الله يا ابوي، اجيب حاجات البيت وراك طوال. يلا. معقولة أصلية يا غزال مشتاق لك كيف ما مشتاق لك معقولة لكن ولا شفت قلبي هذه كده لا من ليلة بعد لا عارف النية بس ايوه من دي ده كل يوم في راسي حوالي النوم أنا برجع لك نار الصادق عارف شنو؟ ما معكم كيف أنا معكم جوا الجو يا صاحبي لكن ما أقول لك معاي الله ينهول علينا وكمان والله يا زاد. طيب امشي لعمك بلاد وكان نام اليوم يا والله ماشي لعمك دول داير من 2000 جنيه يا ابوي. يا اخي الناس كلها دايره منها قروش يا والله ما شنو كان يكتب برنامج الحين اللي هذا يا جماعة هو عارف يقول يطلع يجي من عمك طه هذا يمكن توصلنا مزورة كم كان يا زول شنو يا اخي تزود انا بترسل وجيب سيجارات وجيب بنقول وجيب صوت بس قاعد معانا ساعه كده يقول لك حاجه بكره صاحبي بكره انا فاتح يا ما يستوي يعني ممتاز راس راسك تقول راح هذا بقى اخش في الشغل الجامعة شنو عادل؟ اي وانا انت مديني 100 وانت اخوي بعدين ذا ثم قاعدين ما تبارينا بيجيبوا لنا شنو يا اخي جايبين 100 جنيه يا اخي جيب شايين وقلت له بني هذا أظن عمل لك غرقان يا اخي حد ما مشي وجهك كسر لك كم سيجاره والله جيب لي معك كيس ها. يا اخي اعمل اي حاجه يا اخي انت قاعد صار وتجرب في البنك والشيء في قاصوت من الشراب الكثير يا اخي توب يا اخي انت علينا وعليك يا اخي يا صفصف يا صفاية عيني يا صفوية الليلة أنا زاد جبت لك الأكل ده جاهز يلا عشان نحن شنو ماشيين نفطر مع ناس أمي ديل لأنه أنا الليلة وعدت هنمشي نفطر معاهم. ده شنو ده يا انور؟ ده شنو ما وريتني من قبل؟ أوريك كيف أنت ما عارفة إن إحنا عندنا يوم نمشي نفطر مع ناس أمي؟ والله عارفة لكن ما قايله الليلة وبعدين أنا لابسة من قبل منتظراك لأنه أمي دي من الصباح اتصلت علي وقالت لي أبوك ده ضابح لك كرامة ونجي نفطر معاهم. وده كلام شنو يا صفية توريني هسه كمان؟ يا انور أنا ما قال روحي وريتك. عيني اسمعي كلامي الليلة نحن نمشي نفطر وين؟ مع ناس أمي وبكرة نحن نمشي لناس بيتكم. وده شنو يا انور؟ أقول لك الكرامة الليلة تقول لي نمشي ناس أمي الليلة؟ نحن نمشي ناس أمي ديل الليلة وناس أمك ديل ما قاعدين ممكن نمشي لهم في أي وقت ثاني. لا 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 صفوية أي شيء ولا زعل أمي دي الليلة لو ما جيت أنا بتزعل مني. واللي بزعلها شنو كل شيء ولا زعل أمي؟ سبب واحد يخليها تزعل ما في انور. نحن الليله نمشي لناس بيتنا وبكره نمشي لناس بيتكم عشان الزمن ده حرفيا كده اتاخر قوم البس سريع عليك الله خلينا نتحرك. يا زول أقول لك حاجة أنا ماشي بهدومي دي بس. ده شنو ده؟ بري والله مالك بتمشي كده يا انور؟ مالك مقطع ولا عدمان؟ يلا رح جوا يا انور غير هدومك دي. يا خلك الله. اخواننا لا بمشي بجيب فطور لا بمشي لعمك توز يا وصل ما لك يا صاحبي فينا يا اخي عمك ده عذبني عذاب يا خضانه ثقيله ما بيسمع يا اخي وقيل الادب لسانه طويل انا قال لك شنو مكان يا اخي عمك اقول له داير جبنه يقول لك اقول له داير بتاع ولما نسمع كيف ضحك فضيحه داير كذا يا اخي احنا ما عرفتنا فطاره يا والله يا صاحبي ما هذا ممكن غريب يا هذا صاحبي يا ولا يبغى خالتك التومه بعدين
لا اله الا الله يا اخي دي ما جبتها مع الدريقه الدومه ده وراك يا ضان سامع الكلام بتاعي لا ده سواء قلت لي عديد اي والله يا اسمك يا مين ماجد ماشي جنب بيتك كده والطفه تحت الباب وصابي مضى الصحن هيا يا ولدي يا جيم انت ما تقسم لي من بوشك ده حبه يا اخي قسمت لها مي المفروض تحترم نفسها وتمشي المفروض اهي شبكني لك انا مره كبيره يا اخي عندي السكر وعندي بتاع وفاطر وقناش انت مالك اللي بيفطرك شنو قاعد ده كان دقيقه قلت لها عجي عليك اللقطيني جا ولا جا انا والله سمعك بتاع يما السوق ده هسه احنا لو اتشجعنا بنمشي ونقضي حياتنا دي سريع سريع، رايك شنو؟ يا بنتي والله الليله ده حيلي ميت، ما شايفاني راكده من الصباح كده. خلي بكره بدري نفطر ونمشي. انت انا ما عارفه اقول لك شنو، والله العظيم ما عارفه اقول لك شنو. يوم امبارح بقيتيه الليله ويوم الليله هسه عايزه بقيه بكره. احنا كده العيد ده بيجي يلقانا شي ما عاملينه. مين قال لك يا بنتي؟ ما هسه قلت لك بكره بدري نمشي وكده بالمره عشان ناس خالتك عفاف نشوفهم كم بمشوا ونمشي سوا. ناس خالته عفاف ما مشوا، انا امبارح كنت بتكلم مع عبير قالت لي ما مشينا. بس خلاص بكره نخشام يا بنتي وبمهله نتمتم حاجات انت مستعجله على شنو؟ ما هلتهم بس غسلتها بتطبقي فيها يا بنتي. خير يا امي. حسن قال لك شنو اخر مره؟ حسن الله يتوصل الله يدي العافيه كويس الحمد لله. الحمد لله. خلاص تمام، انا بدق لعبير بكلمها بقول لها خلاص احنا بكره نمشي كلنا مع بعض. عليك الله كلميني. لكن بس ما تغيري لنا رايك ده تاني. لا 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 ان شاء الله بكره كويس. خير يا غاليه. كافها يا عين صاد. انتظرناكم بالفطور لكن عرفنا انكم فاطرين عنا سمك. اي والله يا خالتي محاسن، ابوي ده كان عامل لك كرامه وضابح له 5 خرفان وعجل جنس جوته ولمه، بس الحمد لله. والله يا امي جنس تعب يا دوب فطين وقلت لها لازم نحن لازم نصل ناس امي الليله لانه نحن وعدناهم. كتر خيركم والله يجيكم الخير ان شاء الله. ما قصرتوا. اللهم امين. كيف يا نسرين؟ كيف اخبارك؟ ان شاء الله في جديد، حركه بتاعت عريس ولا حاجه؟ لانه الموضوع ده شايفينه طول نحن. والله الحمد لله بخير ماشي الحال. شنو تاني شو؟ كل عرس قدام سووا شو؟ انت ابوي وين يا اخي ما شايفه بالمناسبه؟ ابوي ماشي صلاة التراويح. لا لا ربنا يتقبل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ومالك يا خالتي محاسن ضعفتي ولونك ده بقى شاحب كده؟ ما يكون جاك سكري كمان؟ بري اختبره واستبره، السكري عند امك. لا انت عارفه يا صفا دي امي مع تعب الصيام وكده. رمضان خش العظم ولا شنو يا حجه؟ وبعدين تعرفين يا صفا باي زول ضعيف معناه عنده سكري، امي حالات الدنيا عليها نور وغار. باين والله باين. انور حقول احنا نقوم نستاذن بعد ده. والله زمن زاد تاخر، نحن نستاذن منك يا حجه بعد. اتعشوا معانا يا ولدي عليك الله. لا والله خليها مره جايه ان شاء الله يا حجه. ما في مشكله، الله يديكم العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. انا نفسي اعرف يا بنتي اخوك الاهبل ده لمتين حيكون مسلم رقبته للبنت دي ومباريه كده زي العبيط. والله يا امي لبتين دي ما معروفه، لكن انا شايفاه مرتاح. ما عليك الله، عليك الله انور ده ما تركز معاه، والله بترفعي ضغطك ساي. كيف ما اركز معاه؟ عندي ابن غيره في الدنيا. والله اركز معاه تركيز، اركز واركز واركز وافضل ازن على راسه لحد ما يصب طوله ويبقى راجل زي الرجال. والله حتمرضي وما بيحصل اي تغيير. صفا دي نسفت شخصيه انور ده تماما، بقى ما بيقدر يعمل اي حاجه الا يرجع ليها، ولما نرجع ليها الحاجه الدايره هي اللي قاعده تمشي. كلامك صح، الدايره هي اللي بمشي، لكن دي ما حاجه عاديه ساي، دي كلها تحارش امها وحركاتها، وامها ذاتها سايقه راجله كده يمين يمين شمال شمال، لما ناس الحله سموه عوض سلوى. خلاص انور ماشي في نفس الدرب. بري يا يما تفي من خشمك ابره واستبره من يا يما انور ود ابراهيم حاج الخليفه كبير التجار وشيخهم لانور صفا. هذا اليوم ده كان جاء انا بتبرى منه عادي لا ولدي ولا بعرفه. الله يستر.
يا بنتي عبير سامع لك صوت ضرب. ضرب شنو؟ ده يكون عقد ساعة يا بنتي عقد شنو؟ ده ضرب تقيل. اسمعي اسمعي اسمعي، خدي التليفون ده اسمعي. حاجة هاشم في ضرب برا ده شنو؟ اقسم بالله ضرب زي ضرب وقبت يا امي. انت عارفه ماشيين مع ناس امجد في الشارع بيورا ده بنعان كده، دخاخين بيجاي دخاخين بيجاي دخاخين، وصوت والله الموسيقى صوت قوي. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ قلت لي والله حق قاعدين ينبسطوا. قلت لي قال عقد. يا بنتي كده اضرب شوفي اخوك ده وين، اضربي لي ليه؟ كده اسمع قول له في شنو في الخرطوم. اديني قول له في شنو في الخرطوم. الو يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، الشفعة الحلوين دخلتهم خوفة، حلوين دخلتهم خوفة، ناس تكون جنبك بكرة ما تشوفها، يا وطن بتئن مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن يا الله يا قادر ورينا بس شوفها، العدو الخاين نعدي مصوفة، والسبب في الكان اللي فيه معروفة، الله يا قادر الله يا قادر يا الله يا قادر الله يا قادر، ترجع السودان عامرة بضيوفها، يا وطن بتحن